بدون مبالغة أحسن عجينة بيتزا ممكن تجربيها في حياتك بيتزا البيتزاريو اللي مطلوبة في المطاعم الفاخرة. بزاف هايلة على ضمانتي البنات، جربوها وتميزوا بها هذا الصيف، فرحوا بها أفراد العائلة تاعكم. أهلي البنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، إن شاء الله يلقاكم لا فيديو في صحة جيدة. ونمر مباشرة للمقادير. اول حاجه نحتاجوها في هذه البيتزا هي العجينه اليابانيه. راني كنت شاركت معكم هذه الوصفه من قبل في قناتي الاولى. العجينه اليابانيه وش هي كاس تاع الماء مع 3 مغارف كبار نتاع الفارينه، نخلطوهم جيدا بارد في بارد، ونبقاو نخلطوا بنفس الطريقه كي ندوهم فوق النار. ما لازمش هذيك الفارينه تتكتل لنا، لازم هكا ما نحبسوش تخلط بالفوي حتى نتحصلوا على عجينه كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. هكا بعد ما تحصلت على العجينه تاعي اللي ما فيهاش حتى كتولات، نديها في صحن يكون من الاحسن يكون بلا هكا باش تبرد لنا بالخف. نحطها في الصحن تاعي ونغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها على جانب في الثلاجه هكا باش تبرد لي بالخف. هنا البابي فيلم لازم يلامس هذاك الوجه كامل هكا باه ما تتشكليش القشره من فوق. وهذه هي العجينه اليابانيه رانا حطيناها اكوتي. نروحوا الان لعجينه البيتزا تاعنا اللي رايحين نحتاجو فيها 3 كؤوس تاع الفارينه، اني نغربل فيهم كيما راكم تشوفوا. هاد الكميه البنات راح تمد لكم 4 خبيزات يجوا في هذاك البلا اللي درك رايحين تشوفوه معايا. ليسونسيال يجوا خبزات انديفيديال، افراد العائله كي يكونوا كبار اكيد رايحين ياكلوا وحده باسكو تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه. وإلا حبيتو تقسموها على زوج تقدر تجي 2 خبزات كبار. المهم الفارينه هذيك تاعي بعد ما غربلتها قلنا 3 كؤوس تاع فارينه، جيت هنا حطيت لها مغرفه نتاع الزعتر، نحط لها الملح اكيد مغرفه بعد صغيره نتاع الملح، ونجي هنا نحط لها 6 مغارف كبار نتاع الزيت. معناها كل كاس تاع الفارينه تقابلوا 2 مغارف كبار نتاع الزيت. نحط عليها تاني 3 مغارف كبار نتاع حليب غبره، كل كاس تاع فارينه تقابلوا مغرف تاع حليب غبره. والا ما عندكش تقدري في بلاصه الحليب الغبره تلمي بالحليب، من بعد احنا نلمو بالماء دافي انتي لمي بالحليب يكون دافي. بصح هي من الاحسن انه تكون عندك هكا حليب غبره. من جهه واحده اخرى كنت حطيت نص كاس تاع الماء، حطيت فيه مغرفه نتاع الخميره ومغرفه نتاع السكر، نخلطهم جيدا نغطيهم ونخليهم حتى يتفاعلوا. ونروح نجيب العجينه اليابانيه تاعي نكمل نحطها مع بقيه المكونات بعد ما ولات لي دافيه برك. نحط الخميره تاعي ونلم العجينه تاعي تاع البيتزا. هذه هي العجينه الناجحه اللي متاكده الى جربتوها رايح حين ما تستغناوش عليها. بعد ما لميت كامل المكونات مع بعضهم نجيب هنا الماء دافي، نحاولوا ان نحطوه بشويه فقط حتى تتلم لي العجينه تاعي. راح تجي عجينه تتلاصق مي ماشي بزاف، مجرد انكم تعاونوا بشويه نتاع الزيت راح تتلم معاكم عادي. اكيد اعجنوها فوق لو بلان دو طرافاي تاعكم المده تاع 2 دقائق ولا 3، ولا حبيتوا تعجنوها في البيتخان اكيد لكم الاختيار. وخلوها في هاد البول هذا تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا انا كنت حطيتها في البول تاع البيتخا، عجمتها في البيتخا 2 دقائق وخليتها تخمر لي. جيت هنا كنت راح نخدم بالفرomاج هذا تاعي تاع الوالد اللي هو على بالكم باللي جبن ماشي تحضيره.
هنا كتدبيره فقط كي تشرو هاد الحجم الكبير هذا ديروه كابورطمونجي، علبه كتكون زجاجيه فرغوه فيها من الاحسن وتكون محكمه الغلق، خير من تستعملي ويقعد هذاك الكاغط اصلا شكل ماشي منظم يجي في الثلاجه تاعك، وفي نفس الوقت راح يدخلوا الهواء وكامل. هذه كاشاره فقط. ليسونسيال انا هنا جيت نخدم لا صوص بلانش اللي كنت راح نحطها في هذه البيتزا هذه تاعي اللي تعطيها الشكل والذوق ولا اروع. هاد لاصوص هذه تكون من الحليب كاس ونص نتاع الحليب مع اي نوع تاع جبن يكون عندك. حطيت انا من هذا جبن الوريد، حطيت جبن مبشور، ليسونسيال. وكل ما كانت البنه تاع الجبن اكيد رايحه تكون البنه تاع البيتزا هايله. مي هنا اللي ما عندهاش الجبن هذاك الغالي تقدر تستعمل ميم نابولي يكون مرابي، ميم الموزاريلا. هذيك تحضيره فقط لي سوبيغات. ليسونسيال تقليه بال اي نوع تاع فروماج. كل ما يكون عندك الجبن كميه زايده كل ما رايحه تتحصلي على هاد لاصوص هادي خاسره كيما نقولوا. انا كاضافه هاد لاصوص هادي تاع الجبن نحط لها شويه تاع الثوم بودره تمدلها بنه على بنه، خاصه الا كان الفرomاج اللي استعملت فرomاج عادي فقط، قلت لكم نابولي ولا المهم يكون ماشي شيدار وماشي الكغياغ وكل شيء، باسكو هذوك بنتهم راهي وحدها راها بنينه بلا ما نحطوا لها ثوم بودره بلا حتى حاجه. مي كي تستعملي قلت لكم جبن عادي فقط زيدوا معاه الرشه تاع الثوم بودره ورجعوا لي الهضره. هذه هي السنيوه هادو اللي يجوا مثقوبين هكا سبيسيال تاع البيتزا اللي قلت لكم هكا تقدروا ديروا بها 4 خبزات. هنا راني نطرح فيها، راني نرقق لها في الجوانب تاعها، نطرحهم مليح باسكو درت هذاك الفرomاج قلت لكم تاع الوالد حطيته في لابوش وجيت حطيته هكا في الطرف هكا يجوني لي بوردور تاعها محشيين بالجبن. نحط لاصوص تاع البيتزا، صوص تاع طماطم قلت لكم انا ديما عندي في الثلاجه كتحضيرات مسبقه، ديما عندي لاصوص تاع البيتزا في الثلاجه. نحط طبقه نتاع لاصوص تاع طماطم ونزيد عليها طبقه نتاع لاصوص بلانش هذه تاع صلصه الجبن، ومن فوق ديري عليها الفرomاج اللي حبيتي ولا التزيين اللي حبيتيه ودخليها للفرن يكون مسخن جيدا من قبل. بصح قبل هذا لازم هذوك لي بوردور تدهنوهم. انا هنا دهنتهم بشويه تاع لاصوص هذيك تاع الفرomاج اللي كانت عندي مع مغرف تاع صوص طوماط نتاع البيتزا، عقبت عليهم هكا بالبانسو ودخلتها للفرن. راني ندير لكم في المونتاج البنات وراني تشهيتها، اني بالك رايحه ناض نزيد نعاودها. شوفوا لي هنايا المنظر تاعها في هذاك الفرن كيفاه يشهي، شوفوا لي النتيجه، نتيجه واو واو واو، بنه وخفه وطراوه واحد البنه. نتمنى انكم تجربوها البنات وتخلوا لي رايكم في التعليقات. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.